السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد معي أنا ملوكة خياطة. أشارك معكم دروس الخياطة بطريقة مبسطة للمبتدئين اللي حابين يتعلموا الخياطة. اليوم نكمل في دورة تعليم التطريز للمبتدئين بآلة الخياطة المنزلية، ونشوفوا طريقة جميلة لطرز أشكال جميلة وكيوت تقدروا ديروها كمشروع بسيط ومربح. في آخر الفيديو نقولكم على طريقة التسويق، وإن شاء الله يكون باب رزق للجميع. قبل ما نبداو كما كل يوم نرحب بالزوار الجدد ونقول لهم شرفتوني بالزيارة. نتمنى تعجبكم القناة وتنضموا بالاشتراك وتفعيل زر الجرس. أما المتتبعات الوفيات نقول لكم نورتوني. حبوباتي ما تنساوش الجيم والبارطاج، هكا تحفزوني باه نقدم لكم غير جديد المفيد. ونتمنى انكم تخلوا لي تعليق باه نتعرف عليكم منين انتم ويهمني رايكم. نبداو على بركه الله بعد ما نصلوا على رسول الله عليه افضل صلاه وسلام. كما راكم تشوفوا البنات راني نقلت الرسمه على لا فيزلين، ونركبوا لا فيزلين على الطريق يعني على الجهه اللي ما تكونش تلصق هكا باش تبقى لنا الجهه اللي تلصق. كي نكملوا كامل الخدمه نتاعنا رايحه كي نركبوا هذا الموتيف رايحين نركبوه غير بالحديد. ان شاء الله تكونوا فاهمين المقصود من عدم قلب لا فيزلين على الوجه اللاصق، يعني ما نحدوهاش كي نثبتوا عليها القماش، حين نثبتوها غير بالدبابيس. لهنا كما راكم تشوفوا البنات رانا خدمناها بالطراساج اللي كنت ديجا درتو معاكم في الفيديوهات السابقه تاع الدوره. وريت لكم كيفاش نديروه وكيفاش يعني نريقلو لا ماشين تاعنا باش تعطينا الطراساج. بعد ما خرجت الرشمه نتاعي على وجه القماش، الان راني رايحه نطرز ولا نبرودي بهذا الشكل. لهنا استعملت غرزه تكون رقيقه، درت رقم 3. هذه رقم 3. البنات اللي ما شافوش لي فيديو السابقين في الدوره ماذا بهم يدخلوا يشوفوا هكا باش يفهموني واش راني نقول في هذا لا فيديو. كما شفتوا البنات هذو دي زابليك تقدري تخدميهم انتيا، تقدري تخدميهم انتيا لروحك، تستعمليهم كخياطه. كما كنتم تعرفوا الخياطات نستعملوا هذو الامور في بزاف صوالح، من بينها لي تخوسو بيبي دي فوا تجيك الزبونه تحب تخوسو بيبي تاعها يكون عندها اشكال زعما هكا دي نونوخس ولا هكا كما نقولوا هكا ارنوب ولا راح تحتاجي هذو لي زابليك. كاين بزاف خياطات اللي ما عندهمش كيفاش يطرزوا، تقدري تستعمليها كمشروع انك تتعاملي مع هذو الخياطات، توري لهم الخدمه نتاعك بيان سور بعد ما تكوني وسيتيها كما نقولوا تقنتيها وخدمتي دي زابليك شابين. حطي دي زابليك، وكما راكم تشوفوا البنات ما راهوش متطلب منكم انكم تشروا قماش ولا سورتو الا كنتي خياطه سيغمون راح يكون عندك لي شوت. وكما نعرفوا كامل احنا الخياطات كاين اوقات اللي نقعدوا فيهم اللي تكون الخدمه ما كانش هذوك لي شوت، تقدري تستعمليهم وتقدري تستثمري فيهم انك تخدمي هكا دي كيوت هكا اشكال كيوت للاطفال وتقدري تبيعيهم. ايضا الوقت المناسب للبيع هو وقت الدخله تاع ليكول، بحيث انه الخياطات يكونوا يخدموا لي طابليي، حتى كاين امهات يخدموا لي طابليي لاولادهم بهذه الطريقه يكونوا يحوسوا على اشكال كيوت كيما هكا، ولا تبيعيهم لاصحاب محلات بيع لوازم الخياطه. لهنا راح يتباعوا لك باسكو اصلا عند اصحاب لوازم الخياطه واحنا خياطه كاع نعرفوا راح تلقاي بصح راح تلقاي اشكال يعني تكون ما عندكش الوسمها، ما عندكش الاختيار كبير. على هذاك كي تعطيلو اشكال اللي ما همش كاينين في السوق سيغمون راح يديهم عليك وهو فرحان. كما شفتوا البنات انا استعملت شعل من لون هكا باش يعني تخرج لي الرشمه تاعي شابه. لهنا راني في الشليغمات تاع الارنب طراسيناهم. شوفوا البنات لهنا نطراسوا باللون اللي رانا رايحين نبرودوا به هكا باش ما يعني باش تخرج لنا الخدمه تاعنا شابه. ورايحه بنفس الغرزه يعني غرزه 3 رايحه نزيد ثاني نخدم هذوك الشنبات نتاع الارنب بهذه الطريقه. حبيت نبدا لكم البنات بهذا، هو سهل يعني عادي تطرزوا كما وريت لكم المرات اللي فاتوا، عادي يعني تستعملوه طرز عادي. لهنا رايحه نعمر هذاك الانف. دوك تشوفوا البنات الطريقه تاع التعمر. اول حاجه رايحه بنفس الغرزه اللي خدمت بها يعني ب3 سنتيمتر، ماشي 3 سنتيمتر، هي مرقمه 3 ب3
رايحه ندير كامل لو طور نتاع الانف نتاعو، ومن بعد رايحه نكبر في الغرزه هكايا باش بالخف يتعمر لي. بهذه الطريقه رايحه لهنا ندير الغرزه نتاعي في الربعه ولا في الخمسه لهنا باش تعمريها غابيدمون بهذه الطريقه، ونعمروا كامل الانف تاعنا. كي تكملي تعمريه الا كانت خرجت لك الخدمه منه عاودي رجعي للغرزه تاع 3 لارجور دو بوين 3 وتعاودي كامل في لي بوردور نتاع الانف نتاعو هكا باش تجيك الخدمه نتاعك شابه. بهذه الطريقه بنفس الطريقه البنات راني رايحه نخدم العينين هكذايا. هكذا البنات اني خدمت العينين. هنا كملت الشكل نتاعي اللي راح نقصوه عادي. هنا استعملي المقص هذا الرقيق باش الخدمه نتاعك يعني تجيك بيان فيني، ولازم تبعدي واحد مليمتر على الخيط هكا باش ما تقطعيش الخيط وريحه الطرز تاعك يعاود ينسلك. بهذه الطريقه بيان سور انا استعملت معاكم يعني ولا حبيت نستعمل هذا الشكل يكون بسيط هكا باش تفهموني وباش تقدروا تطبقوه سورتو البنات المبتدئات. ومن بعد نجيب هكا امبريكي ونحرق كامل هذوك الاطراف نتاعو باش هكا يجيني بيان فيني بهذا الشكل هكا. راه شوفوا البنات ساهل ماهل. تقدري تكوني قاعده تخدمي زعما نقولوا 4 ولا 5 اشاك فوا تخدمي 4 ولا 5 ويجي الوقت اللي تخدمي كما قلت لكم في لي رونتري سكولير تقدروا تستعملوه وتخدموا تكون عندكم كميه كبيره وتقدروا تبيعوها للخياطات ولا حتى وتلكم المحلات بيع لوازم الخياطه. لهنا البنات هذه الطريقه راح نستعمل قماشين يعني لونين. لهنا القماش الاول خدمته عادي كيما خدمنا الارنب. الان رانا رايحين نخدموا هذيك الدائره بلون مغاير. لهنا كيما شفتوني البنات خرجت التراساج تاعي عادي، وكيما شفتوا البنات انايا ما خرجتوش مع يعني مع بقيه الشكل، خليته وحده حتى نركبه مع القماش اللي حبيتي اللون نتاعو. لهنا درته في الغاز باش يبان لكم. بعد عادي نخدم البرودي نتاعي. شوفوا البنات هنا راني ندور باش يجيني الخدمه تاعي. انا ديجا كنت قلت لكم في فيديو سابق انكم ما تدوروش القماش، لكن هنا لازم تدوروا القماش باش تجيكم الغرزه تاعكم كامل سمك واحد، ما تجيناش جهه ضيقه وجهه عريضه. فهمتوني؟ كما شفتوني البنات هنا راني نتبع الرشمه نتاعي سوا هكا دائره ندورها معاها كما كنتوا تشوفوا باش تجيني كامل عرض واحد، يعني الطرز يكون كامل عرض واحد. وبيسير ونقص هذاك الزائد بهذا الشكل ويعطيني شكل بزاف كيوت. هذه هي النتيجة. الآن راح نزيدو نخدمو هذا الشكل اللي راح نستعمل فيه 3 أنواع نتاع أقمشة خرج بزاف روعة. كما هذا الموتيف تقدروا تستعملوه في الطابليات تاع الكوزينة للأطفال وحتى للكبار. كاين بزاف اشكال يعني، وهذو الاشكال منين تدوهم من الموقع تاع البانتيغاست كيفاش تقدري ترسمي وكيفاش تقدري ترفدي الشكل نتاعك. بيان سور راح نحط لكم رابط كيفاش تقدري غير بالتليفون تاعك ترفدي الاشكال. لهنا البنات راني رايحه ندير 3 انواع تاع القماش. القماش الاول اللي جاي في الغوز درته من الجهه السفليه وسي بون درنا له البرودي تاعو. الان رايحه ندير القماش الثاني بهذا الشكل كيما شفتوا في لي دو في الاشكال الاثنين اللي فاتوا بنفس الطريقه. وكما قلت لكم بنات انا راني ندور في القماش تاعي هكا باش تجيني الغرزه نتاعي نفس السمك، ما تجينيش جهه ضيقه وجهه عريضه. فهمتوني؟ يعني الطريقه اللي قلت لكم عليها المره اللي فاتت وحدها وهذه وحدها، هذه لازم تجيكم الاخرى تاعكم الغرزه تاعكم تجيكم كامل نفس السمك بهذه الطريقه. لهنا كملت
هذا اللون نتاع القماش. الان يبقاو لي هذوك القلبين راح نديرهم باللون الاحمر. بنفس الطريقه رايحه نثبت القماش من الجهه السفليه ونخرج الطراساج تاعي كما شفتوا البنات. اشاك فوا تخرجي غير كي تولي رايحه تخدمي هذاك اللون نتاعك، وبيان سور تغيري حتى اللون نتاع الخيط باش يجي مع القماش. بهذه الطريقه نفس الشيء رايحه نخرج الطراساج تاع القلوبه تاعي. البنات كما شفتوا الطرز بنفس الطريقه اللي طرزنا الاشكال اللي فاتت. وكما قلت لكم دائما تقلبوا القماش تاعكم باش يجيكم العرض نتاع ولا السمك نتاع الطرز كيف كامل. كما راكم تشوفوا على الجهه البيضاء راهي تبان احسن على يعني الالوان الاخرى. وتبداي تقصي بهذا الشكل. هنا وصلنا لنهايه الفيديو. ان شاء الله يكون عجبكم، ان شاء الله يفيدكم، ان شاء الله يفتح عليكم بيبان الرزق يا رب العالمين. واش نقول لكم البنات، استناوني في فيديوهات جايه ان شاء الله. راح نجيب لكم دروس تاع الطرز، نجيب لكم افكار تاع مشاريع ومشاريع مربحه ان شاء الله باذن الله تعالى. وراح نجيب ايضا دروس تاع خياطه، حيل وافكار مفيده في الخياطه للمبتدئات بيان سور. ما تنساوش اللي ماشي مشتركه في القناه تشترك تفعل زر الجرس بحقها الفيديوهات الجايين. اما حبوباتي المتتبعات نقول لكم ما تنساوليش الجيم والبارطاج هكا باش تعم الفائده وباش تشجعوني وتحفزوني انا نقدم لكم غير الجديد والمفيد. والى اللقاء الى فيديو اخر.